عاملين ايه يا جدعان؟ الكتر كله كان تحية جديد بعد ما اتهاجمت من الدحيحه الفيديو اللي فات، وعاملين خالد صقر يعني عملوا الواجب معاه في الكومنتات. قررت نتكلم النهارده عن محتوى ما حدش يقدر يتكلم معايا فيه بقى. كلنا عارفين ان الشباب بتضيع، والحمد لله مش محتاجين حد يضيعها، بس في عوامل بتساعد. يعني قعدت كتير ادور على ايه السبب في الموضوع ده لحد ما لقيت شويه ناس كده بيقدموا محتوى على التيك توك، واكتشفت ان هم السبب في تضييع الشباب بنسبه 90%. يعني لو الناس دي ما كانتش قدمت محتوى كان ممكن نشوف الشباب يعني مرزمنين شويه، مش اول ما يشوفوا حاجه بيه. اول حد معانا دكتور محمد نبيل. يلا جاهز؟ جاهز. بسم الله. امسك العضو كويس، امسك ال20 سم كويس. الصلابة اخبارها ايه؟ تمام. حديد؟ حديد. مش عارف، بحس دايما ان الدكتور مبسوط قوي بشغله. اصل الوضعيه ديت مفيش اي تخيل في دماغي غير ان هتحصل حاجه بين المريض ودكتور محمد. بعد الفيديو هو ماسك ايد المريض وحاطط ايده التانيه على، بيقول له امسك ال 20 سم كويس. الصلابه اخبارها ايه؟ مش يلا بقى ولا ايه؟ واعتقد التجربه الاولى للمريض بعد العمليه هتبقى مع دكتور محمد. ها على طول بتسلم ايدك كده. الله يكرمك يا دكتور. طبعا اللحظة دي كل الناس بتبقى مستنية. اكيد طبعا. احلى ما في الموضوع انه الانسان لما يسال بيحب انا يسال اعتقد، انا ما اعرفش، اول لما نركب الدعامة وننفخها، لان هو بيحس انه هو اطمئن. اكيد طبعا، اي بني ادم بيبقى مستني اللحظه اللي يشيل فيها الحجاب ويشوف القوه والصلابه، ولما يتاكد خلاص يعني دكتور محمد بيقرب منه اكتر بيمسك ايده، فالمريض بيطمئن اكتر. داخل احنا عاملين عملية بقالنا قد ايه؟ ده الاسبوع الرابع كده الاسبوع الرابع. مظبوط. هو قاعدين ياخد لكم بقى واحد في الاسبوع الاول، واحد في الاسبوع الثاني، واحد في الاسبوع الثالث، معانا بقى حد في الاسبوع الرابع. بس هو داخل لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده اختراع، انا عايز ابوسك. الكلمتين دولت خلوني اصور معاه وعايز اعرف. خلاص بقى دكتور بقى وتعالج بقى، سيبه يبوسك. الاهم من الشغل ظبط الشغل. انا عايز اي دكتور شغال في الحوار دوت يجرب شغله مع المريض بعدها. يا جدعان الحاجات دي ما ينفعش نتكلم فيها. انا مش عارف هو الدكتور ازاي اصلا بيصور الحاجات دي، كمان شكله بيبقى غريب فشخ كده وهو بيبص على شغل. ما تعمل عمليه يا عم وخلاص بقى، روح هيز بقى براحتك. طيب حلو كده على دكتور محمد، ان انا بصراحه مش مرتاح. يعني معانا بقى الدره. انا مش متجوز، وهنا في الغرب لما انت بتطلق وانت تكون متجوز بتخسر نص ثروتك. طب يا دور انت زاني يعني؟ انت بتقعد تزني يعني؟ لا يا معلم، مين قالك كده برضو يا باشا؟ انا باخد البنت اقول لها معلش انت عارفه انا مسلم وبتاع وفاهم، فبس هنروح بس كده الراجل هيبارك في الجوازه، فاهم، هيبارك في العلاقه ويعتبرنا متجوز. بيجيب البت كده يروح يباركوا في الجوازه عند اي حد بقى، عند علي جمعه مثلا كده، خلاص ما بقاش زنا. اصل البت يعني شافت راجل وسيم وعنده عضلات زي الدره فوافقت. اصل هي كده هتزني من غير حاجه، في ايه يعني لما تبارك في الزنويه بتاعت المرات؟ الدره بقى بيعمل كده مع كل البنات اللي هو عايز يكلمهم، ياخدها يومين ويبارك فيها وبعد كده يسيبها. يا عم وانا تفرق معايا رأي الناس ليه؟ انا فارق معايا رأي ربنا، المهم انا بعملها شرعيا وحلال وخلاص كده بقى. انت بقى امك انت بقى فاهم، ده المهم بالنسبه لي، رأي ربنا مش رأي الناس. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب ما الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز 13 مره يا حبيبي. وبعدين على فكره مش جوازه متعه، جوازه متعه ان انت تتجوز مثلا ويك اند وتفركش. لا يا باشا، انا بطول يا باشا، سنه سنتين، اللي فاتت 5 سنين وبصفرهم. وبعد خلاص بقى يا جماعه سيبوا الدره يزني براحته، هو دازنت كير يا جماعه. ايه يعني كبيره من الكبائر يعني هنخش النار يعني؟ يا اسطى انت ملتك ايه؟ طب ما راي ربنا بيقول برضه غلط. انت المشكله الاكبر مش في الفعل نفسه، انت المشكله انك شايف انك ماشي صح. انت كده شايف انك كده راضي ربنا. يعني انت رايح لحد يقول لك انت بتجوز واحده كده وكده تخلص دنيتك بقى وبعد كده تسيبها؟ ده راي ربنا بالنسبه لك يعني؟ تبوزي ولا يا اخويا؟ وبصفرهم وبعيشهم عيشه حلوه وهم موافقين. يعني انا بعلم بقول لهم السيستم شغال ازاي، هم موافقين تمام. بيعرفهم السيستم بقى، بيعملوا لوج ان بعد كده ايه سنه او سنتين ويبندهم. مش ويك اند يعني، هو سنه سنتين كده وبعد كده بقلب واشوف اللي بعده بقى. انت تروح للصعيد تسأل تعرف مايكل جاكسون، يقول لك اه يا عم اعرف مايكل جاكسون، ويعمل لك ايه في نفس الوقت عادي يعني، فاهم. مايكل جاكسون لما كان بيطلع على المسرح الناس كان بيغمى عليه، كان يعني حاجة خارقة، ما جاش زيه ومش هيجي زيه مغني تاني. ممكن اتخيل اي حاجه في الدنيا الا ان واحد صعيدي يعمل كده. انا مش متخيل ان واحد صعيدي بيسمع مايكل اصلا. تخيل تخش على واحد صعيدي تلاقيه حاطط الايربودز وبيسمع بيلي جي، ده قدوه الدره. هتلاقي مايكل برضو كان بيتجوز سنه او سنتين، يقول لهم معلش بقى دي يعني، وهم كانوا بيحبوه وبيقابلوا بموضوع ان هو يباركوا في الجوازه وبتاع، ويطلعوا مع الشقه، يطلعوا مع المكنه. شباب، انا سمعت ان في طلاب بعد نتائج الثانويه العامه بدات تنتشر من حالتها النفسيه المتدهوره خالص. انا عايز اقول لك حاجه يا حبيبي، انا كنت افشل طالب في الجامعه، افشل مش من افشل الطلاب، افشل طالب. انت قد ايه تعرف تتبع تعليمات ولكن لا تحدد مستقبلك. ولو انت مش مصدقني
ده لو انت مش مصدق يعني. انا كنت فاشل بس دلوقتي معايا عربيه غاليه، ولو انت مش مصدقني الدور عامة 3/4 فيديوهاته بيتكلم على قد إيه ان هو غني وان هو مفيش زيه وبتاع، والربع التاني بيزني وبيعمل دين جديد. معانا بقى البت العسليه اللي ملهاش حل، ليلي. انا كسرت ثنتي والله. تسالوني ازاي، هقول لكم كنت باكل خوخ عادي جدا. انا بقى كنت في الغردقه، فانا طبعا مش هقدر اقعد كده. ايه القرف ده؟ انت ليه عملتي كده؟ مفيش حد بيصحى من النوم بيقف قدام الشباك ويشيل مباطه، وكمان سنتي ايه؟ ما تهدي بقى على الضغط. بجد صليت بقى، وبعد كده يا جماعه طلعت جري على القاهره علشان انا مش هعرف اقعد كده. شفت بقى اقرب سواق ياخدني عشان انا مش همشي بالسنه المكسوره دي. هي صغنونه بس في الحقيقه شكلها اكبر، انا مش عارفه. مش عارفه، مش فاهمه، عايزه حد يفهمني قصده ايه. انا مش فاهمه حاجه، انا غبيه وما بعرفش اتصرف لوحدي، وكمان انا مش دي شكل السنان الطبيعي. ما تقولي فين الكسر يا بنت. وبعد 5 ساعات وصلت القاهره، والله العظيم انا جريت على الدكتور على طول. هو بجد بيحبني، يعني بجد بيحبني جدا. اول ما شافني كان عايز يمشي حرفيا. يعني اهم حاجه حب الناس. حب الناس دي حاجه مهمه جدا والله يا جماعه، ودي حاجه يعني ان شاء الله تكون عندي عشان انا مش عارفه. الاهم من هو ليه دايما الناس الاغنياء بتبقى علاقتهم حلوه مع الدكاتره بتوعهم؟ دايما واخدين عليهم فشخ بقى وبيهزروا مع بعض وبتاع. يعني انا مستحيل اعمل كده مع دكتور سنان نروح له. فكره ان فاتح بقي ويكون الدكتور وشه في وشي دي اصلا فكره مرعبه، وانا ببقى بحاول ان انا ما اعملش اي كونتاكت معاه. ورجعت بالظبط زي ما كانت. انا ما اعتقدش ان انا هاكل خوخ تاني، مع اني بجد بعشقه، بس خلاص كل ما اكل خوخه اكثر سنه. هل ده طبيعي؟ اكيد مش طبيعي. وبجد عايز اقول لكم انا ما نمتش من امبارح، فده يوم ما اعتقد. اوف بقى، مفيش خوخ تاني بقى. كل ما اكل خوخ سنتي تتكسر. حاسس بيك عامه، عموما حاسس بيك. انا برضو سنتي بتتكسر لما اكل خوخ، مع اني بحب الخوخ جدا يعني. طبعا يا جدعان انا اسف على اللي انا عملته ده. عارف انكم مش متخيلين واحد بالخلقه ديت يقول اللي انا قلته ده. انا بقى اسمي المطروده بجد والله. انا مش اول مره اتطرد من بيت، يعني كان لازم افضي البيت في اسرع وقت عشان انا محتاجه انقل. مبدئيا البيت ده يا جماعه انا ما قعدتش فيه خالص، مع انه كان حلو قوي، بس انا ما حبيتهوش بجد. مش عارفه ليه والله. بس قبل ما اوريكم بقى ايه اللي بيحصل، انا محتاجاكم تنقوا معايا البيت اللي انا هنقل فيه، ولو سمحت عايزين نوصل 7 مليون. انا حاسه انا هبطل التحديات دي خالص. مبدئيا ده اول بيت انا شفته، حسيته بس ضيق سنه او صغير، مش عارفه. احلى حاجه ده ضيق المطروده. اسم المطروده ده كده بالنسبه لها انها اتطردت. انا كنت فاكر الطرد دوت اللي هو تروح تحجز ساعتين بلاي ستيشن لغايه ما اهلك يرضوا عنك، وامك بقى يحن عليك فترن وتقول لك روح ابوك نام. ربنا يرزقك، مش قصدي حاجه والله، بس خلينا نتكلم بواقعيه شويه. انزلي معايا بس مستوى الفقر بتاعنا وهقول لك على حاجه، ولا خلاص مش ملهاش لازمه. احنا داخلين على العيد، بس انا عايزه اغير حاجه في شكلي، فانا مش عارفه اعمل فيلر. استخدم لاب ان نيتشر ماتريكس سيل بوستنج من سكين 100. صراحه كده انا طول عمري فاكره ان الهالات اللي تحت عيني دي ملهاش حل غير الفيلر، لحد ما شفت البرودكت ده. بروجكت او انا كده اعرف اسم المنتج تاني عشان ما فهمتوش. استخدم لاب ان نيتشر ماتريكس سيل بوستنج من سكين 100. بالظبط كده، ده اساسي في اي بيت. جيب لي بيت ما فيهوش البرودكت ده. اللي حابه بستخدمه. لاحظت ان انا كان زمان عندي هولو ايز، دلوقتي مفيش اي حاجه، بالعكس حاسه ان تحت عيني بقى مويست اكتر، وبحس كده ان انا مش باين عليا ان انا تعبانه او مرهقه او اي حاجه. انا ليش الناس تتكلم عادي؟ اصل ليه يعني؟ انت مصري واللي بيتابعك مصري وانت في مصر، لازمته ايه بقى لقلب ايز والشاب الضاع؟ عادي يا عم، خليك نفسك. او ممكن تبقى متربيه في طبقه معينه كده احنا ما نعرفهاش، فهي متعودين يقولوا كده، بس الحوار متعب يعني. مش عارف، بس ربنا يرزقك يعني ويشفيكي بالهالو ايز. طيب معانا بقى الفحل اوسكار. من أحسن الحاجات اللي قريتها عن راحة البال: هربت من ضجيج الكون رفقا بقلب لم يعد يهوى الصراع، أفتش في زوايا الذات عني وأمضي لا أريد لي أتباع، فما الدنيا سوى ظل سيمضي. دي طريقه واحد بيتكلم وهو حاطط صناعه. مفيش حد بيتكلم كده. انت بتتكلم بحواجبك ليه يا اسطى؟ الراجل ده خلص فيلم سكارفيس وبيكي بليندرز وبقى من الحلقه دي على طول. يعني قبل ما يسمعهم كان بني ادم طبيعي عادي زينا. صاحي من النوم افتكرت خطاب علي بن أبي طالب لما كان داخل الحرب، وبأمانة هو أجمد خطاب في التاريخ بالنسبة لي. وهو داخل عليهم أما يقول لهم إيه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، درام آجام وليث القسورة. علي بن ابي طالب لو شافك بالحلقه دي صدقني هيزعل. وكمان في ناس عنده في الكومنتات كاتبه له يسلم اللي ميزك على حوار التعويره اللي عنده ده. يا جدعان دي مش حاجه حلوه ولا حاجه بينك راجل وفحل. ليه يا اسطى لازم يبقى متعلم عليا عشان نبقى راجل؟ ده متعلم عليك يا اسطى. لو فكرت فيها 5 بس 5 تفكير تعرف ان انت مش فحل ولا حاجه. ما عدت أعلم أين تهدأ رحلتي وبأي أرض تستريح ركابي، تهت وصمتي في المذاهب مربتي يغتال صوفي خلف كل سراب، أطوي الفيافي والمواجع. بص يا اسطى، انا مش هقول لك حاجه بصراحه. انا عارف ان انت متخيل نفسك انك في جيش وراك وانت القائد بتاعهم، وبتسمع كل يوم اول ما تصحى اغاني حماسيه 2016. انا فاهم والله كل اللي انت بتمر بيه ده، بس يعني انت المفروض كبرت يعني المفروض تعقل. الحاجات دي بتنتهي مع سن المراهقه. انما انت شكلك يعني يدي على 30 سنه ولا حاجه. صح يا جدعان، روح اعملوا فولو على انستا. اللي ما عملش فولو على الانستا فايته كتير. وبس كده يا جدعان نكون قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وكله. وبس كده، سلام. امسك ال20 سم كويس. الصلابة اخبارها ايه؟
حديد. ها